جريمة جديدة وبطلها برضه سواق أوبر رجعتنا لحادثة حبيبة ربنا يرحمها. يا ترى إيه اللي حصل؟ صدق أو لا تصدق مع الصحة أحمد الجدعي. حسن سواق أوبر عمره 26 سنة من مقطم. وزارة الداخلية المصرية أعلنت القبض عليه بعد منشور تأكدت من صواب المعلومات الموجودة فيه. سيدة أربعينية في الشيخ زايد رايحة فرح في التجمع، أختها طلبت لها أوبر عشان تروح الفرح، واتفاجئت بعد الموضوع بساعة إن أختها موجودة في التجمع التالت ومصابة. واكتشفت إن سائق أوبر اللي اسمه حسن حاول التعدي عليها واغتصبها وكمان جرحها في إيديها بآلة حادة. وأول ما نشرت البوست على السوشيال ميديا ووصل وزارة الداخلية، اتحركت القوى الأمنية للقبض على سائق أوبر المتهم بالاعتداء على المدرسة الأربعينية، واللي بدأ الحديث معاها أول ما ركبت معاه إنها تلغي الرحلة وتحاسبه بمحفظة فودافون كاش أو أي حاجة تانية عشان ما ياخدش نسبة أوبر. ووصل الأمر بعد كده إلا إنه وقف في مكان خالي من البشر وقال لها أنا هجيب إزازة مية من شنطة العربية، ولكنه أخرج آلة حادة وهي سكينة وحاول تهديدها للاعتداء عليها، ولكنها قاومته لحد ما هربت منه. شركة أوبر أصدرت بيان اعتذار وقالت إنها مع أسرة الضحية لحد ما حقها يرجع. وبصراحة احنا مش عارفين لحد إمتى شركة أوبر هتعتذر عن غلطات سائقين يعملوا لديها. المفروض يتم التركيز في اختيار الناس اللي بتشتغل في شركة زي دي، لأن الناس يعني أكتر من حادثة وأكتر من أزمة وأكتر من مشكلة. وطبعا كانت أصعب مشكلة وفاة حبيبة الشماع اللي وجعت قلوب المصريين.